انت بتكتب اللي بنقوله؟ هو انتوا تقولوا النجوم يقولوا كلامكم؟ هشام ماجد مثلا يقولوا مع امينه خليل، هشام ماجد يقولوا مع دينا الشربيني، هشام ماجد يقولوا مع هنا الزاهد. انا فهمت من كلام حضرتك ان انتوا استقريتوا على الفنان هشام ماجد، بس لسه ما استقريتوش على البطله. فعلا ما جبناش البطله لسه. طب ايه رايك بقى لو البطله دي تبقى وجه جديد وعندها قصه؟ 5 كده بس بعد اذنك. اوكي. لو سمحت امسح اللي انت كتبته. لا انا مش همسح حاجه طبعا. انا حر، مش عايز كلامي يقوله هشام ماجد. انت تعرف هشام ماجد؟ هشام ماجد ده زي العسل، ده راجل قمر، ده لذيذ جدا. ايوه طبعا، ده عسل وسكر وقعدته تجنن، وبسمع ان هو لذيذ قوي، ما تكلمه يجي يقعد معانا. اهدي شويه، 5 بس. انا مش عايز كلامي يتقال في السينما. طب لو مسلسل 10 حلقات تمام بالنسبه لك؟ يا باشا يا باشا اهدى، انا سامع كلامكم حلو جدا وعجبني. انت جالك اعلان يوم فرحك صح ولا لا؟ مظبوط صح. وانت طبعا نفسيتك قامت عليك والرجوله والجو ده. ايوه مظبوط صح. هو ايه ده اللي مظبوط؟ لا مش مظبوط طبعا، المساله مش مساله رجوله ولا حاجه، بالعكس انا شايف ان صفا من حقها ان هي تحقق نفسها في كاريرها. يعني اكتب الموضوع مش مساله رجوله. يا عم الكوبي بيست انت افهمني. يا عم اسمعني انت، انا بعمل فيلم نفس حكايتكم بالظبط.